وعليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. زي ما طلبتوا مني اعمل لكم الفسيخ طلبتوا مني الفسيخ، مش الفسيخ نفسه ان هو يتاكل ازاي وتنظيفه الكلام ده، لا، انتوا عايزين الطريقة بتاعت تخليله اساسا. طريقة سهلة وبسيطة وموفرة، وهتوفر كتير كتير كتير، وسعره حلو برضو. يعني هو سعره غالي شوية عن ما متعودين نجيبه، بس هي دي الاسعار وكل حاجة غليت، مفيش حاجة على سعرها بتثبت. فهو حسب ما متوفر عندكم بتجيبوا الفسيخية اللي هي ولا مبرومة قوي ولا مبططة، او بتجيبوها كده بتبقى وسط، عشان التاني معرفش كده بيبقى ليه اسم كده معين مش فاكرة اسمه، اللي هو مش بيبقى فسيخ. يعني الفسيخة المبرومة دي ما تبقاش فسيخ، الفسيخة اللي ايه مبطرخة كده ونفس الوقت تحسوا ان هي مبططة. الفسيخ دوت بيبقى حلو وجميل ومش شايل اي طينة ولا اي وسخ لما بتغسليه، عشان ما يعملش ريحة وحشة. الريحة الوحشة بتطلع لما بتغسلي. خلي بالكم السمك هنا وانا بغسله الخياشيم نضيفة وزي الفل، ما فيهوش اي حاجة. ان انا جبته قبلها بيوم، سبته على الرف في التلاجة، سبتوش بره، سبته على الرف في التلاجة وبعدين غسلته. ان انا جبته اخر النهار وما عملتوش الصراحه في نفس اليوم، بس تقدروا تعملوه عادي في نفس اليوم، تغسلوه تعملوه عادي زي ما انا كنت بعمل كل الفسيخ بتاعي كده، بجيبه في نفس اليوم وبغسله وبحطه على طول. الفسيخ كله مش حجم واحد، بس كله نفس السعر. بس انا حطيت الفسيخ اللي هو الكبير، اللي هو ده سمك بوري، السمك البوري تجيبيه وتظبطيه، بيبقى حلو زي الفل كده، واتغسل معايا. حطه على مصفى، تحت المصفى طبق او صينيه عشان يصفي كل الزيادات اللي فيه. وهنا بقى جبت طبق، اجيب بقى ملح. انا هنا استعملت ملح حوالي 250 جرام، يعني حوالي كوبايه ومعلقتين، كوبايه شاي عاديه ومعلقتين. كوبايه تبقى 200 ملي تقريبا. يعني حابين تحطوا كوبايه بس براحتكم، على الكيلو بياخد كوبايه، الكيلو بياخد كوبايه. انا بقى ما بعايرش بالكيلو ولا بالكوبايه ولا باي حاجه. انا حطيت 3 اكياس اللي هم 750 جرام، يعني حدود كيلو الا ربع ملح، 6 جنيه. الكيس ب2 جنيه، الكيس بجنيه، الكيس ده بجنيه مش ب2 جنيه. الكيس ده اللي هو 250 جرام بجنيه. جبت 3 اكياس وعملتهم كده، فضيتهم زي ما انتم شايفين. انا بعمل كل حاجه والله قدامكم، مفيش حاجه عملتها بره الكاميرا الا وقفت وكملت بس عشان يطلع معاكم مظبوط. ان في ناس بتعمله وبتاخده ترميه، وانا كنت منهم، كنت بعمله كذا مره وكنت باخده برميه. معرفش ايه العيب اللي كان فيه كان بيخليه يعمل كده. ما تيجوا تعملوه اعملوه على طول بالطريقه دي، بيبقى تحفه، حرفيا بيبقى تحفه. بصوا السمك، انا بجيب، ممكن تجيبي قماشه ملهاش اي لازمه عندك وهترميها تستغنى عنها، بس تكون نضيفه طبعا، وتكون يعني لونها فاتح، مش لازم تكون بيضه او سودا او كحلي، لا، يعني تكون فاتحه. ونشف السمكيه كويس عشان ما ينفعش يبقى فيها اي ميه. نشفيها على قد ما تقدر. السمكيه انا بجففها من بره الاول، وبلم الحاجات اللي بتبقى فيها من الجناب دي، اللي هي اللي انا حاطه ايدي عليها دي، اللي هي بتشك دي عند فتحه السمكه، عند فتحه البطن والظهر والكلام ده كله، بلمها كده وانا بنشف، عشان خاطر لو اتفتحت هتعورني، فلازم المها وتبقى كويسه. وزي ما انتم شايفين السمكيه معايا زي الفل. رغم كده انا سبت السمك ده لغايه بالليل. المفروض في ناس بتحط فيه مناديل بقى وتوقفه، وناس بتدخله الفرن وتعقمه، لا، ما بحبش كده، بحس ان هو هيستوي كاني هسويه يعني وهناكله. لا طبعا، ده انا ما بعترفش بيه بصراحه، بعمله على طول. بس في ناس بتعمله بطريقه معينه وبتقولك ده تعقيم للسمك، كل واحد والطريقه اللي بيحبها يحب يعمل بيها. انا بعمل الفسيخ كده، وكل اللي بياكلوا الفسيخ من ايدي بيشهدولي باللي انا بقوله، مش بقول كلام وخلاص. وزي ما انتم شايفين كل الدم الفاسد اللي بينزل من السمكية ده بيبقى في الخياشيم. اكتر مركز للسموم في السمكية هي الخياشيم. فبتبقى طبعا صعبة، لازم ننضفها كويس، وبتبقى فيها حاجات مش حلوة كده مطرح البحر والكلام ده. بس بصراحة انا بعملها زي ما انتم شفتوا كده وبتكون حلوة. انا بص كل حاجة يعني بالطريقة، بس انا لما جيت اخلله
فصلته بقى عن بعضه، فصلت السمك الكبير لوحده اللي هو مقاس بعض، الصغير لوحده اللي هو مقاس بعض. فانا اصلا كنت منقيهم من عند الراجل، فما جيت اغسل غسلت كله ورجعت فصلتهم تاني. وتشوفوا بقى هعملهم ايه، بيكون تحفه. حطيت بقى هنا معلقتين كركم على كاري، انا بحب احط الكركم على الكاري، اللي مش حابب براحته، بس انا بحب الكركم على الكاري، بيبقى مفيد للسمك وما بيخليش السمك لا يسوس ولا يدود ولا يعمل ريحه وحشه ولا اي حاجه، بيكسر ريحه الزفاره. حتى لما بنحطه في الفراخ او بنحطه في حاجه بيكسر ريحه زفارتها وبيخليها ايه، بيخلي ريحتها ما تبقاش وحشه خالص وتبقى ريحتها زي الفل. اجربوا بالطريقه دي. واللي حابب الشطه بقى يحط الشطه، ما بتديش طعم حراق، والله ما بتديش طعم حراق الشطه، بس يعني الشطه مع الكركم والكاري، او حابين تحطوا كاري بس او كركم بس براحتكم. انا بحب احط الاتنين على بعض. وانا ما كانش عندي بعت جبت وبصراحه وعملته على طول. انا حطيت حبه كده، جبت حبه ب5 جنيه كركم على كاري وحطيتهم كلهم مره واحده، ان انا مش بستعمله كتير، ما بحبوش في الشوربه، بيلون الشوربه، بس ساعات يعني بحب احطه في شوربه الفراخ، بيكون تحفه. وزي ما انتوا شايفين كده جبت كيس كبير، وهجيب كيس كبير تاني، اكياس فاتحه مش غامقه، وعادي حابين تحطوا في اكياس غامقه براحتكم، بس اول كيس لازم يبقى كيس لونه فاتح كده. فانا جبت الاكياس دي نضيفه، كيس ب1 جنيه، وطبعا نضيفه زي الفل جديده، وفتحتها وهرش فيها شويه ملح، وهحط عليها السمك بعد كده، وهيبقى في منتهى الروعه. وتشوفوا معايا، انا بعتذر لو الصوره مش واضحه ليكم، بس انا بقول لكم ان الطريقه دي تحفه بصراحه. اللي يعتمد الفسيخ بالطريقه دي مش هيجيبه من بره، حرفيا مش هيجيبه من بره. السمك ده كله بيصفى على بعضه بعد ما نشفته، صفى تاني على بعضه. هتشوفوا انا هعمل فيه ايه بالشكل ده. انا بعمل ايه بقى فيه ده، نشف بقى كده كده لما انا سبته كده متعرض للهواء. انا نشفته. وانا هنا بعمل على الحوض بقى، عشان انتوا عارفين بقى الزفاره والكلام ده. كنت بعمل الاول على الترابيزه بره، بس قلت لا، انا هعمله في المطبخ على الحوض، عشان خاطر ابقى ايه الزفاره كلها في المطبخ، وتصفى براحته وعيش اللحظه بقى، ماخدش من مكان وانقل لمكان. انتوا عارفين بقى السمك بيزفر الدنيا وكده. اهم حاجه وانت بتعملي تحشي الخياشيم كويس، وتحشي البق بتاع السمكه. لما تفتحي الخياشيم البق بتاعها بيتفتح، فوسعيه بقى كده وحطي فيه على طول، حطي فيه على طول من الخلطه اللي احنا عملناها، اللي هي عباره عن ملح وكركم على كاري. ما تقوليش بس السمكيه هتاخد قد ايه، لا، السمكيه هتفضلي تحشي في الخياشيم بتاعتها كده، وتزقي جامد لحد ما تستكفى، لحد ما السمكيه تستكفى وتقولك كفايه كده، تروحي حاطه من الناحيه التانيه وسنداها. مش هتقفلي، انك لو قفلتي قوي الملح اللي انت حطاه بيقع منها. بس وعملت السمكيه عكس عكاس، وبتبلها من بره بشويه ملح خفاف بصوت كده، وبحطها كده زي ما انتوا شايفين، وبربط الكيس وبخرج منه الهواء خالص. وبعد كده هتشوفوا هعمل فيه. وده برضو بقيت كميه السمك التاني عملته بنفس الطريقه، ورجعت لكم على طول. ودول شويه اللي فاضوا معايا انا مش هستخدمهم، هخليهم زي ما هم كده، هربطهم في كيس واركنهم. هبقى اعمل بيهم حاجه تانية، هبقى اعمل بيهم بسارية، اعمل بيهم سردين، اي حاجه. البسارية والسردين بيتغسلوا بس وبيتصفوا، مش بيتحشوا من جوه. وانا عملته معاكم قبل كده، السردين عملته معاكم قبل كده كذا مره، تقريبا البسارية اللي عملتها معاكم قبل كده، مش فاكره بصراحه عملت معاكم السردين ولا لا. بس يعني بصراحه الطريقه بتبقى حلوه، والنظافه في البيت، كل حاجه في البيت والله ما بتاخد مجهود معاكي زي ما هتاخد مجهود معاكي لما الواحد بيعيا من اكل بره. مش بيبقى حلو، بيبقى مكلف. ربنا يحسن لكل واحد سوقه، محدش قال حاجه، بس دي ارزاق. يعني زي ما بتاع السمك بيسترزق عشان تجيبي منه سمك، زي برضو ما الفسخاني بيسترزق عشان تجيبي منه فسيخ، ده الطبيعي. الحاجه الوحيده اللي انت لازم تجيبيها من بره زي حاجات كتير معينه ما ينفعش ان احنا نعملها، تبقى تركات مصانع او حاجات كده، هي بصراحه من ضمنها الرنجه بتبقى طبعا حاجات مصانع كده يعني. وزي ما انتوا عارفين ان في بقى تركات كده بسيطه وحاجات بسيطه مهما عملنا في البيت ما بتطلعش بنفس الجوده، ان هي اصلا السمكيه بتاعتها مش موجوده هنا في مصر، في بديل ليها، السمكيه نفسها مش موجوده هنا.
فزي ما انتوا شايفين كده انا لفيته وخرجت منه الهواء الفسيخ، وهشيله زي ما هو كده. انا هحطه في طبق. بعد الطبق بقى هقلبه بقى كل شويه، هقلبه لمده 10 ايام متتاليين. الكيس الصغير هيقعد معايا 7 ايام، والكبير هيقعد معايا 10 ايام. ولو الفسيخ بتاعك اكبر من كده عادي، مثلا حوالي 12 يوم كده، يعني زودي يومين 3 مش اكتر من كده. انا بقى ولا لبست جوانتي ولا اي حاجه، وعملت بايدي وكده بطلع منه الهواء، بدوس عليه كده بصراحه الهواء بيخرج. انا بقى لو حاطه في كذا شنطه بعمل بدبوس خفيف كده على خفيف.